الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا كانت وجهت دعوة للرئيس الأسبق مبارك لزيارة المملكة البريطانية. والمهم إن في 1991 تم الاتفاق على أن يكون الاستقبال على باب القصر بدلا من هي كانت بتستقبله يعني على أساس إنه بتجيب خيول وترتيبات واسعة وعربة بتجرها الخيول، ويعني بتمشي على الجانبين ناس محتشمة. في سنة 91 تم الاتفاق على أن يكون الاستقبال بس على باب القصر. خد بالك بقى، قبل ما الرئيس ب 24 ساعة بيروح بريطانيا بيسبقوا كشف مفرقعات التابع للحرس الجمهوري، بيفتش الجناح ده تماما قبليه ب 24 ساعة، وبيقفلوا لحد ما يصل الرئيس. لكن اكتشفوا ان في جناح يعني من باب خلفي شقيقة الأميرة مارجريت، سيدة الملكة الأميرة مارجريت، بتطلع منه لحمام السباحة، فبيضطر العقيد المسؤول عن كشف المفرقعات انه يعيد تاني الكشف على الجناح. الموضوع كرر مرتين، فهو طبعا كان متضايق جدا، ويعني فوجئ بان سيده ترتدي رداء ابيض بسيط وحذاء من الكاوتش، فاعتقد انها مديره من مديرات القصف، فقال لها بالانجليزيه لو سمحت يعني الاميره بتخرج وتطلع، وده بيخلينا نعيد كشف تاني المفرقعات دي تاني مره. فهي قالت له حاضر، انا يعني هشوف الموضوع ده وارجع لك تاني اقول لك ايه اللي تم. كان العميد ابو الوفا رشوان وهو من سكرتيرة الرئيس كان واقف، أدرك إن اللي كانت بتكلمه الملكة نفسها إليزابيث مش مديرة قصر، فقال له خد بالك دي الملكة. هي فعلا رجعت له تاني وبمنتهى الأدب وقالت له خلاص يعني مش هيحصل تاني الكلام ده. فهو يعني حقيقة شعر بخجل شديد جدا، وقال لها يعني شكرا يا جلالة الملكة. اللي كان حاضر الموضوع ده الدكتور مصطفى الفقي، فقال القصة دي الرئيس مبارك، طبعا ضحك والزيارة مرت بسلام. لكن الدكتور مصطفى الفقي مش ممكن هيعدي القصة دي من غير ما يكتبها ويذكرها بتفاصيلها كاملة. هو الحقيقة كتبها في كتابه الشيق والممتع، يعني دهاليز السياسة وكواليس الدبلوماسية. حبيت أقول لك على واقعة جميلة، لكن الزيارة مرت بسلام، وأنا بشكرك إنك أنت استمعت إلي، مع خالص تحياتي وتقديري، وكل عام وحضرتك بخير وسعادة.